جميع المؤشرات تقول بأن الكويت تعاني كما تعاني مجتمعات العالم من وتيرة متصاعدة في التضخم وزيادة الأسعار، في مقابل أن الكويت الدولة الوحيدة اللي لم تراجع فيها الرواتب والأجور، فقط حكومتنا اللي كانت عاجزة عن التصدي. ولذلك احنا قمنا بدورنا كنواب، وتمت هذه الاجتهادات من خلال القوانين والتقارير اللي موجودة في اللجنة المالية. نعم، احنا اعطينا الحكومة مهلة شهر، هذه المهلة مو معناته ان هذا الصك للحكومة بأن تتخلى عن هذا الموضوع. انا واحد من الناس لما اعطيت هذا الحق للحكومة اساس اخليها عند مسؤوليتها، اساس اقيم عليها الحجة، اساس باكر اذا اقر هذا القانون ما في اي مبرر من الحكومة ترجع هذا القانون، وبالتالي يفلس منها الشعب الكويتي اللي صار ناطر اكثر من 16 سنة. وبالتالي الحكومة عندها شهر من الوقت ان تدرس البدائل والاقتراحات اللي قد تكون كفيلة ولعل تكون افضل من المقترح النيابي. هذا السبب اللي احنا اعطينا الحكومة هذه الفرصة للمراجعة وتحمل المسؤولية. اذا الحكومة لم تأتي اما بقرار او تشريعات تكون مثل او افضل مما قدم مجلس الامة يوم 5/3 هو الموعد لاقرار هذه التشريعات كأمانة وتعهد واستحقاق في رقابنا جميعا.